السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. وصفة جديدة وفيديو جديد، وهنعمل النهاردة مع بعض شوية عدس لزوم الساعة اللي احنا فيها ديت. اكتر حاجة كده سهلة وجميلة ومش مكلفة، وكمان هناخد طعم بجد في حتة تانية خالص. انسي شوية العدس اللي انتي بتعمليهم وتعالي اعملي العدس بطريقتي، ونشوف يعني في تريكات كده هتخليه في حتة تانية خالص، يعني غير العدس اللي احنا بنعمله. مع احترامي لأي حد بيعمل عدس، جربيه وبعد كده قولي الفرق. ما تنسيش اللايك وي يلا بينا. فوق او في حلة هنزل معلقتين كبار من الزيت، واكون مجهزة عندي هنا بصلاية متوسطة ومقطعاها بشكل كبير صغير، مفيش اي مشكلة خالص لان كل ده في الاخر هيتفرم. هبتدي ان انا ادبلها شوية كده، وبرضو دي خطوة حلوة قوي قوي، وبتدي تطعيمة حلوة جدا، غير ما اننا مثلا نسلق كل المكونات مع بعض. يعني التشويح ده بيدي طعم تاني خالص لشوية العدس اللي احنا هنعمله النهاردة. عايزة اقولك ان احنا هندلع شوية العدس. هنا بقى نزلت بتاع 7 أو 8 فصوص متوسطين كده من الثوم، وكمان عندي تركية جامدة جدا، ودي بقى بجد بتخلي طعم العدس في حتة تانية بجد. هنزل عندي 4 أو 5 فصوص من الحبهان، وكل ده كده في التشويح في الأول بيطلع نكهة البصل والثوم والحبهان. كمان أكون عندي مجهزة كده جزراية متوسطة برضو هنزلها. كل ده تشويح اللي هينزل دقيقتين دقيقتين علشان تطلع ريحة الخضار اللي احنا بنستعمله. هنا بقى عايزه اقولك برضو خطوه حلوه جدا. طبعا كل الناس بتحط الجزر في قلب العدس، وده معروف جدا. عايزه اقولك غير ان هو بيدي لون، هو بيدي كمان تسكيره هاديه كده للعدس بتاعنا. ضفت هنا ايه كمان طماطمتين ومتقطعين، وكمان عندي بطاطسايه صغيره، وكل ده برضو هنزله تشويح تشويح كده. وهكون مجهزه عندي ربع كيلو من العدس او على حسب الكميه اللي انت هتستعمليها. هبتدي بقى كده من بعد ما بنزل العدس دقيقتين بالظبط، وعايزه اقولك كل ده والنار عندي هاديه، يعني النار عندي مش عاليه خالص. اضافه بقى، ودي اضافه بجد كويسه جدا، عندي حوالي معلقه كده من اللية او حتى الدهن الحيواني، ومكعبين من المرق. التوليفه دي كلها هتدينا في الاخر طعم مميز جدا، غير ما اني اكون عامله الحاجه كلها كده مسلوقه، تحس ان هي مسلوقه في مسلوقه، مفيهاش طعم يعني قوي. هنا بقى هبتدي انزل عندي ميه مغليه، ما ينفعش ابدا بعد ما سخنت عندي كل المكونات انزل عليها بميه بارده هتبرد لي المكونات بتاعتي، وهنبتدي من اول وجديد. ولكن لما الميه بتنزل تبقى مغليه فبتختصر عليا وقت كتير. هنا كمان بكون منزله قد ايه ميه للناس اللي هي برضو ما تعرفش، يعني حوالي عقلتين صباع كده فوق العدس. هبتدي بقى النار عندي زي ما قلنا تبقى هادية، ودي برضو خطوة أساسية جدا جدا في تسوية العدس. ما ينفعش مثلا يتلسع مني ويبقى ليه ريحة كده، برضو ما بتبقاش أحلى حاجة. فتسوية العدس كده على الهادي بجد بتفرق. وعامة أي أكل مش شرط العدس بس. هنا بقى طبعا كان استوى معايا ووصل للنتيجة اللي أنا عايزاها. وللناس برضو اللي هي او البنوتات اللي هي في الاول ما تعرفش سوى العدس ازاي، سوى العدس اختبريه كده من الجزرايه اللي عندك. يعني خدي قطعه جزرايه وشوفيها، لو استوت يبقى العدس عندك استوى. هنا خلاص بقى تمام جدا. طبعا للناس اللي ما عندهاش هاند بلندر استنى لما العدس عندي يبرد، وبعد كده اخده في الخلاط. لو عندك هاند بلندر تبتدي ان انتي يعني تفرميه كده وهو سخن، مفيش اي مشكله خالص. اهم حاجه ان احنا نفرمه بشكل كويس سواء في الخلاط او في الهاند بلندر، علشان ما يبقاش فيه اي حاجه ما اتفرمتش معايا. كده بقى خلاص تمام جدا. في ناس بعد الخطوه دي تبتدي ان هي تحضره ويتاكل، او حتى ممكن تعمل فيه شعريه، او حتى ممكن نعمل له تقليه كده بالبصل والثوم. ده على حسب رغبتك. ولكن انا هنا هبتدي اصفيه، والتصفيه هنا هو بينزل حاجات بسيطه، ولكن عشان ما يبقاش فيه اي حاجه خالص، ويبقى معاكي بقوام كريمي حلو قوي زي اللي انت شفتيه ده. خلاص انا هنا صفيته بصفايه كده ضيقه، وهبتدي ان انا ارده تاني على النار. هنا بظبط عندي الملح، بحط نص معلقه صغيره من الملح، وعندي اصفر زعفران برضو بحط اقل من ربع كده، يعني تمن معلقه ولا حاجه. وكمان عندي ربع معلقه من الكمون، وربع معلقه من الفلفل، وكمان رشه بسيطه من جوز الطيب. ما بحطش حاجه تاني غير السمنه البلدي، دي بقى في التقديم على طول، وبجد بتاخدي احلى طعم. يعني انا باكله كلاسيك كده، ما بحطش مثلا عليه شعريه
ما بعملوش تقلية تانية. ولو حبيتي تقدري تعملي التقلية دي تقلية التوم او حتى توم بالبصل بعد ما بيستوي قبل ما تفرميه، عشان كمان تاخدي القوام الكريمي ده ويبقى شكله حلو جدا. اول لما بيسخن معايا كده ابتدي اقدمه على طول، وبألف هنا على قلبكم. احلى شوية عدس ممكن تاكليهم في جو ساقعة. اتمنى يكون فيديو النهارده عجبك وتجربيه. ما تنسيش اللايك والاشتراك، وللمتابعة فعلي زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد. سلام عليكم.